طبعا كلنا سمعنا عن حاجة اسمها قرح الفراش، بس مش كلنا عارفين ايه هي وازاي نقدر نتجنبها. قرح الفراش او تقرحات الضغط بتحصل بسبب ان احنا بنكون ضاغطين على جزء معين من الجسم لفترة طويلة، وده بيحصل كتير للناس اللي بتكون راقدة لفترة طويلة سواء كانت في المستشفى او في البيت. واكتر مناطق بيظهر فيها قرح الفراش هي المناطق اللي بيكون فيها العظم قريب من الجلد، زي الكعب او الظهر او الارداف، وده بسبب ان الجلد بيتعرض لضغط كبير من غير ما ياخد فرصة انه يرتاح. طيب ازاي نتجنب قرح الفراش؟ اول حاجة لازم نغير وضعية الجسم بشكل دوري، يعني اللي راقد على جنب يتقلب للجنب التاني كل ساعتين مثلا. كمان مهم جدا ان الجلد يكون نظيف وجاف طول الوقت، لان الرطوبة بتزود فرص تكون القرح. كمان ما ننساش اننا نستخدم مخدات او وسائل دعم مريحة علشان نخفف الضغط على الاماكن الحساسة. ولو حسينا بظهور علامات حمراء او تقرحات صغيرة لازم نستشير الدكتور فورا. كمان التغذية السليمة مهمة جدا، لانها بتحافظ على الجلد ان هو يكون سليم وقوي، وبالتالي بتقلل من فرص تكون القرح. ده كان ملخص سريع لقرح الفراش واسباب تكونها وطرق الوقاية منها.